عودة مرعبة، واسم مساعده شكل صدمة خرافية. وجهة زيدان المقبلة ستقلب كل الموازين في أوروبا. عودة زين الدين زيدان إلى عالم التدريب باتت أقرب من أي وقت مضى، وبات لدينا أيضا موعدا محددا لها، الحدث الذي طال انتظاره لقرابة 3 أعوام. فرصة تلو الأخرى وعرض تلو الآخر، في كل مرة كان يراوغ زيزو فرص العودة إلى سدة التدريب ويلهب مشاعر محبيه التواقين لرؤيته من جديد. هذه المرة الأمر مختلف تماما، فالأمور ما عادت في صيغة الشائعات على الإطلاق، وباتت الأخبار تتقاطع مع ما ذكره هو شخصيا في أحدث تصريحاته الإعلامية. أنا متأكد من أنني سأعود إلى دكة البدلاء قريبا. أود أن أعود للتدريب مرة أخرى. حاليا لست أعمل في التدريب، ولكن لا أحد يعرف ما سيحدث. بالتأكيد أريد العودة مرة أخرى. نستطيع هذه المرة أن نؤكد لكم أن زيدان سيعود وبقوة، لكن وجهته وأسلوب العودة لم يخطر ببال أي من محبيه ولا حتى أقرب المراقبين لنشاطته، لكن يمكننا بكل تأكيد الجزم أن هذه العودة تليق به كثيرا وبتاريخه العظيم. منذ بداية الموسم كثرت التكهنات بشأن مستقبله، لكونه تأخر كثيرا في العودة إلى ممارسة مهامه، وإذا بالخيارات تختلف مع اختلاف ظروف كل نادي. بداية الموسم كانت بعرض فلكي وصله من الدوري السعودي، لكن سرعان ما تم صد هذه الأخبار والتأكيد على أن زيدان يريد البقاء في أوروبا. ثم كانت هناك شائعات بأنه سيصبح مدرب منتخب فرنسا القادم حال إقالة ديدي ديشان، لكن هذا الأمر لم يحدث بسبب التمديد لمدرب المنتخب. ثم ارتبط اسم زيدان بعودة عاطفية إلى نادي مارسيليا، وهو أمر أيضا بدا جميلا على الورق فقط، لكنه لم يضاهي طموح زيزو الذي يريد عودة قوية. ثم برز خيار عاطفي آخر وملائم جدا لزيدان وللظروف المحيطة، وهو خيار يوفنتوس، الحب الكبير الآخر في حياة المدرب الفرنسي، وهو خيار لا طالما علق عليه زيدان بأنه دوما سيبقى مطروحا بسبب حبه الكبير للنادي. وأخيرا صدرت التكهنات التي تفيد بأن مانشستر يونايتد هو المرشح الأوفر حظا للتوقيع مع زيدان وإعادته إلى سدة التدريب من بوابة البريمير ليج، لكن هذا أيضا لن يحصل في المستقبل القريب. فمن هو النادي الذي سيظفر بخدمة زيزو؟ وفق صحيفة بيليت الألمانية الموثوقة بأن زيدان سيعود من بوابة البافاري بايرن ميونخ، الذي يسعى بكل جهده للتوقيع معه، ويبدو أن المفاوضات متطورة كثيرا بين الطرفين، لدرجة طرح اسم مفاجئ جدا سيكون هو المساعد لزيدان من أجل تسهيل الحياة عليه في ميونخ. هذا المساعد ما هو إلا أسطورة الفريق وزميل زيدان السابق فرانك ريبيري، الذي يريد أن يكون مساعدا لزيزو، وبذلك يسهل عليه التعامل مع اللاعبين، بالأخص أنه لا يتقن اللغة الألمانية، كما أن إتقانه للغة الإنجليزية ليس الأمتع. كما أن ريبيري يسعى لهذه العودة من أجل أن يكون في ميونخ بجانب عائلته مرة أخرى. كل القطع الأحجية باتت الآن في موقعها الصحيح، وبالرغم من كل الإغراءات التي طرحت أمام زيدان، يبدو أننا سنراه أخيرا مع العملاق البافاري الذي فضله على كبار أندية أوروبا. أصدقائي الكرام، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد.